الله تعالى وبركاته. خوتي معاكم دائما عارف مشاكرة. فقط الفيديو هذه حبيت نديرها للجماعة سؤال بريء نحبوا كل واحد يطرحه على نفسه. نشوف مؤخرا الناس تهجم على الناس بزاف في الفيسبوك وفي تويتر، كاين تهجمات بزاف. نهضر على لي زالجيريان، ما نهضرش على اي مكان واحد اخر، نهضر على بلادي الجيري ونهضر على ولاد بلادي ليسونسيال بالمليح والقبيح. الناس اللي راهي تسب والناس اللي راهي تشكك، كاين حاجه سي با نورمال. فقط السؤال اللي نطرحوه، نعتو لنا واحد هضرنا عليه في شبكات التواصل الاجتماعي وما سبوهش الناس وما تهجموش عليه الناس، وزادوا واش داروا؟ زادوا ضربوا لنا القيم اي حاجه، قنوات شروق نهار البلاد اليتيمه كما يقولوا، شوهوا لهم صوره تاعهم ورسخوا لنا الناس هذوما في التواصل الاجتماعي، خاصه واحد الصفحات المغرضه اللي ما نعرفوش لي زادمين تاعها. الناس ما يعرفوش، حنا نعرفوهم لي زادمين شكون هما وكيفاه يعملوا وكيفاه يخدموا. فقط يتهجموا على الناس، يسبوا الناس. والمشكله مش هذوما الناس اللي راهي تسب ولا تشتم، ولا المشكله انهم الضحايا تاع الناس اللي يسكتوا في الفخ. واصبح اي واحد في الجزائر ما عجبته حتى حاجه، ما يكذبوش على رواحنا. كاين الفساد، كاين الخراب، كاين كل شيء، صح كاين في حاجات ايجابيه. يتهجموا على صحفيين، يتهجموا على ناس صحفيين. عندنا في الشباب الجزائري الحمد لله كاين صحفيين 25 راهم يخدموا ما شاء الله متالقين. ايماجيني من هنا ل 10 سنين واش راح يوليو عمالقه. هل الصحفيين اللي ننحني امامهم سواء كانوا في الشروق، سواء كانوا في النهار، سواء كانوا في البلاد، سواء كانوا في اليتيمه او قنوات اخرى الوطن او قنوات اخرى، ليسونسيال هو يتعلموا. حتى اللي ناقص راه يتعلم، راه في مقتبل شبابه، ماهوش في اخر عمره كبعض الحثالات اللي نعرفوهم. دائما قلت لكم كاين يتهجموا على اي حاجه. تتكلم الشروق او خصوص الشروق، تلقى الناس كانت تهجم في الصفحات. كاين صفحات مش كلهم، كاين ناس كاين اللي تنتقد بنا، بس كاين صفحات وكاين ويدخلوا للتعليقات بالحسابات الوهميه اللي يكسروا حتى ترسخ الصوره هذه في، مش نكون يعني جونتي، رسخوها في تقريبا 90% من الجزائريين، انه اي واحد يتكلم يوسخوه. اطرحوا السؤال على نفسكم فقط، ونحب اي واحد يطرح السؤال على نفسه. اي حاجه اي قناه واي صحفي واي تقرير واي عمل تاع اي والي ولا شاشه دايره ولا رئيس بلديه كي يتكلموا عليها يحطموها بلا ما نسقسيو. نزيد نذكر كما المره الاخيره، لا اشكك في كلام المراه هذيك في خنشره اللي دارت الفيديو، لكن حنا في الفيسبوك ولينا نحكموا بدون شرع، بدون بلا ما تكون قضيه نحكموا خلاص. يعني كل الناس عندهم حق يديروا فيديو صاي قال لك هذاك قال لك. كاين لو بينيفيس دو دوت، قادر تكون تكذب، قادر تكون كومبلو، والكومبلوات كاينين. قادر ما تتهموش الناس، ما تظلموش الناس، فكروا احشموا. مستحيل باسكو عندك كاين اللي تسب الناس، كاين عندك اختك، عندك امك، عندك ناس، وما تسقطوش في فخ هذه الحسابات الوهميه والصفحات هذه المغرضه اللي يرسخوا في ذهننا كل شيء سلبي وكل شيء مش مليح وكل شيء. كما نشوفوا فيهم راهم يتهجموا كما قلت لكم على كل القنوات الجزائريه. ما منعتش منهم، ما منع منهم حتى واحد، ما منعت منهم حتى قناه. ردوا الناس اللي تخدم بالاخلاص للجزائر ويخدموا بالاخلاص يشكوا فيهم. وهذه الطريقه هذه عبريه معروفه صهيونيه. دائما اي عمل تاع واحد شريف يشكوا فيه، لكن من يسقط في هذه الافعال الا الحمقى الذين لا يجتهدون، الخراف الذين لا يجتهدون ابدا ولا يتساءلون ويسقطون في فخ الاعلام وفخ هذم الناس الدواهي الخبثاء والشياطين. لهذا احيي كل الناس، انت ضدي، تكرهني او تحبني هذا لا يهمني، وانا اكرهك او احبك هذا لا يهمك. ليسونسيال حريه كل واحد تنتهي اين تبدا حريه الاخرين، وحريه الاخرين كذلك تنتهي اين تبدا حريتك. هذا هو السؤال. تحيه لكل الجزائريين الشرفاء، وخاصة اطرحوا السؤال على أنفسكم دائما، ولا تسقطوا في الفخ ولا ترون السواد في كل مكان. السلام عليكم، أخوكم عارف مشاكرة، دائما موقع الحدث. سلام.